سبيكينج كده ينفع ينفع تخس شويه. هناخد وقت يعني ثابت في الاول عشان خاطر الجسم يتخلص من سمومه ويديتوكسفاي سيلف، حوالي اسبوعين، وبيحسب بيعمل دايفرجن من حاله البناء للدهون لحاله الهدم، وبعد كده استجابه الجسم نفسه بتسمح معانا. وفي بعض المساعدات الخارجيه تخلي في شهر يخس طبعا. مش حاجه اسمها دواء تخسيس، مفيش حاجه اسمها دواء تخسيس. احنا كل القصه احنا بنساعد الجسم ان هو يستعيد قوته، فهو الجسم هيتعامل، لكن مفيش حاجه اسمها دواء تخسيس، مفيش حاجه اسمها دواء هاخده يخسسني. الادويه التخسيس لو اتكلمنا عن ادويه مثلا بتمنع الابيتايت او الشهيه، طب ما دي تاثيرها مؤقت. لو استخدمنا ادويه بتنفش في المعده وبتعمل مش عارف ايه، ما هو انت مش كميه الاكل اللي بتحدد هتتخن وهتتضر، لا، هي نوعيه الاكل. نوعيه الاكل مش كميته. فعشان كده مش فارق مع الدواء هيعمل ايه تاني، هيزود الحرق. مش حاجه اسمها يزود الحرق، مش حاجه اسمها دواء يزود الحرق. الحرق ما بيزيدش غير بعد فيزيكال اكتيفيتي معينه، بيعمل سترينس اكسرسايز، الكارديو، اشتغل ساعتين ثلاثه قلبه بيجري بعدد ضربات 130 140 ضربه، يبدا ساعتها يحرق جسمه، بيحرق جلوكوز مش بيحرق دهون. الرياضي بيبقى رياضي عشان هو بيظبط اكله، لازم يمشي على حميه غذائيه. ولو رياضي ومش ماشي على حاجات من اللي احنا بنقول عليها هيقف عند ليفل معين، وبعض الاعراض هتفضل عنده زي الارتجاع المريء والقولون العصبي هيفضلوا عنده. مفيش حاجه اسمها حاجه رياضه هتخسس، لا طبعا، لا طبعا، مفيش حاجه اسمها رياضه تخسس، ولا مشي ولا جري ولا رفع اثقال، مفيش حاجه اسمها تخسس. لكن لو ظبطت اكل لازم الدايت الاول. ما انا ما بخليش حد يروح يلعب رياضه وحتى لا التمارين العنيفه اكتر ما قبل ما فيتامين دي عنده يتحسن، ما ينفعش، خطر عليه. لا، مفيش حاجه اسمها تعلي الحرق اصلا. كل ده مثل، مش حقيقه يعني، خرافات يعني، حاجه بتتباع اونلاين. لا جسمنا بيحرق في اي وقت وبيتعامل مع الاكل في اي وقت. جسمنا مؤهل يستقبل الاكل في اي وقت. مفيش حاجه اسمها وجبه اساسيه دي لو ما اكلتهاش مش هتحرق بقيه اليوم، مفيش الكلام ده. الاصل في الانسان الصيام والكسر الصيام، يعني مش يعني كل ما يطول الفتره ما بين الوجبه والثانيه احسن له. مفيش حاجه اسمها خد الوجبه دي في النص عشان ما تجوعش. مفيش حاجه اسمها وجبه اساسيه. حضرتك انت ممكن تاخدي وجبه واحده في اليوم، 2 3 ما تاكليش، يعني هيحصل ايه يعني لو ما اكلتيش؟ مش مهمه ومش مالهاش علاقه بوظائف المخ. اللي مش عارف يريح العيان بتاعه من الصداع النصفي اللي بيجي له يبقى هو مش عارف يعني يديله دايت صح. الصداع النصفي والمشاكل اللي محاولين السمنه المفروض بتتحسن مع السمنه. يعني هشاشه العظام بتتحسن، الفيتامين دي بيتحسن، الانيميا تتحسن، ارتجاع المريء يتصلح، القولون العصبي يختفي. الحاجات دي لو ما اختفتش يبقى انت الدايت بتاعك مش صح اصلا. هو ده الشكوى العامه، بقول لك اشرب ميه، اشرب ميه واجري، اشرب ميه وامشي. محدش يكلمني قبل ما اشرب 3 لتر ميه، الكلام ده مش صح. والله مفيش حاجه اسمها ميه بتخسس، يعني ميه بتخسس ليه؟ مفيش حاجه اسمها ميه بتزود معدل الحرق، اذا كان انت بتاخدها عشان ما فيهاش كالوريز يبقى تزود حرق ازاي؟ يعني الكلام عكس بعضه. ثبات الوزن يبقى احنا وصلنا لمرحله من سوء الامتصاص او جريد مش عارفين ننزل تحتيه، وقفنا عليها. الراجل قلل النشويات، قلل الكالوريز، وصل صيام متقطع، بطل مش عارف ايه ومنع ايه، بس لسه ماشي على السيستم كالوريز، هيقف على وزن معين. الادويه اللي خدتيها زي اللايبوسكس والحاجات دي كلها بتلعب هرمون، بتلعب يعني في حاجات بتشتغل سنترال على سنتر المخ، تعمل سبريشن الابيتايت، تمنع الشهيه. طب بتمنع الشاي بتعمل مود بقى اكتئاب تاني، ويمنعوا معاها الشاي والقهوه على فكره عشان فيهم كافيين عالي. هو بيعمل ايه؟ بيحط الخلطه، دواء يقفل فوق الشهيه ودواء معاه يجري القلب، يبقى انت قاعد بتتفرجي على فيلم وقلبك عمال يجري 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 يجري، في ناس قلبها وقف وهي قاعده بتتفرج عليه. لكن اللي بتتحكمي فيه، اللي بيوفر لك السبلمنت الاصلي هو الاكل. فانت الحاجه الوحيده اللي بتتحكمي فيها الاكل، هو اللي بيأثر على كل الحاجات الثانيه. اصل مش صدفه تلاقي العيان عنده قولون عصبي وعنده ارتجاع مريء وفي نفس الوقت بيتعالج من ضغط عالي او من سكر او من امراض قلب، كل ده وشعرها بيقع وركبها بتوجعها وظهرها بيوجعها. اصل مش يعني هو لو اتصلوا على مثلا القناه 55 هيقول لهم عمل سكر، هو هيشتغل شعرك بيقع عمل سكر مرشوش، مش هزار والله. بس تيجي تقول لهم انت المشكله في العيش، يقول لك ايه عيش؟ ايه ده العيش ده صحي يا ابني؟ صحي ما انت عيان اصلا، هيصحي ازاي؟